إذا في ثالث سقوط المنتخبات العربية في الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد سقوط المنتخب القطري أمام المنتخب السنغالي، المنتخب التونسي أمام المنتخب الأسترالي، جاء الدور للأسف على المنتخب السعودي الذي انهزم أمام كتيبة ليفاندوفسكي بنتيجة 2-0. صراحة النتيجة ما كناش كنتوقعوها، خاصة من بعد الملحمة التاريخية والكبيرة اللي قدمها المنتخب السعودي أمام الطنغو الأرجنتيني، إلا أن المنتخب البولندي كان له شأن آخر ورأي آخر، وبفعالية ونجاعة هجومية كبيرة جدا استطاع أن يحسم هذه المقابلة القوية اللي صراحة أوفت بكل وعود. مباراة جميلة، مباراة مفتوحة، مباراة صراحة النتيجة ما كتعكسش الأداء ديال المنتخب السعودي اللي قدم مباراة كبيرة وعالمية، لكن للأسف المنتخب السعودي ما استغلش واد من الفرص المحققة لتسجيل الشوط الأول صراحة بسيناريو قاسي جدا. المنتخب السعودي يستحوذ ويلعب الكرة والتيكي تاكا والثلاثيات والمترابطات وأداء أكثر من جيد وهدف عكس التيار. المنتخب البولندي يتقدم بنتيجة 1-0. المنتخب السعودي بعد ذلك يتحصل على ضربة جزاء أضاعها بغرابة اللاعب الدوسري بتألق من الحارس تشيزيني. صراحة المنتخب البولندي نتيجة نقدر نقول غير مستحقة بالنظر للأداء الكبير اللي قدمه المنتخب السعودي. كذلك دون نسيان نقطة مهمة وهي خبرة المنتخبات الأوروبية في هكذا محافل دولية، واليوم المنتخب البولندي صراحة شاهدنا كيف كان منظما على مستوى الشق الدفاعي. منتخب بولندي لعب بتوازن، منتخب بولندي ما كانش متسرع، منتخب بولندي لعب على الأخطاء ديال المنتخب السعودي، وخاصة الهدف الثاني اللي صراحة هدف قاتل في الوقت اللي المنتخب السعودي كيحاول باش يرجع في المقابلة، في الوقت اللي المنتخب السعودي بدا كياخذ زمام الأمور، بدا كيخلق خطورة بالغة على دفاعات المنتخب البولندي. خطأ من المدافع في إبعاد الكرة، ليفاندوفسكي كالقناص الماكر في مربع العمليات كياخذ الكرة وكيسجل الهدف القاتل، الهدف الثاني للمنتخب البولندي اللي نزل كقطعة الثلج البارد على المنتخب السعودي. وبالتالي كنعتقد على أن منتخب بولندا اليوم عرف يجري المقابلة. أيضا ملاحظة مهمة جدا، لا المنتخب التونسي أمام المنتخب الأسترالي ولا المنتخب السعودي أمام المنتخب البولندي في الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم قطر 2022 لعبوا بخطة هجومية عكس الجولة الأولى اللي كانوا منظمين بشكل جيد على المستوى الدفاعي ولعبوا على الهجمات المرتدة والارتداد السريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. الجولة الثانية اختلف هذا الأمر، لعبوا بخطة هجومية، الشيء اللي خلى مجموعة من المساحات في الدار ديال المدافعين اللي استغلته بشكل جيد لا المنتخب الاسترالي ولا المنتخب البولندي. وهذه رساله اوجهها لمدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قبل مباراته امام المنتخب البلجيكي، انه لا بد من الاشتغال اكثر على المنظومه الدفاعيه للمنتخب المغربي وعدم المجازفه والمغامره امام منتخب بلجيكي قوي جدا وامام منتخبات اوروبيه عملاقه على مستوى النجاعه والفعاليه الهجوميه بنصف او بربع فرصه ممكن انها تحسم المقابله. اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش تشترك، فعلوا زر الجرس باش توصلكم جديدنا اول باول، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.